في أولى حلقات أسطورة ومعنا رح نحكي اليوم عن أسطورة من أروع الأساطير، أسطورة طائر الفينق. اللي ما بيعرف، الفينق هو طائر خيالي كانوا بيحكوا إنه بيعيش مئات السنين، ولما بيشيخ وبضعف بيبني عش من أغصان عطرية بيولع فيه النار وبيحترق. بس الغريب إنه من رماده بيولد طائر جديد أقوى وأصغر بالعمر، وكأنها حياة جديدة بلشت من الصفر. أصل الحكاية قديم، جذورها موجودة بأساطير مصر القديمة وانتقلت لليونان وحتى عند العرب سموه العنقاء. كل حضارة أضافت له لمسة خاصة، بس الفكرة اللي جمعتهم التجدد والبعث بعد النهاية. الفينق بذكرنا إنه حتى لو مرينا بنهايات صعبة دايما في فرصة نقوم ونبلش من جديد، فهو رمز للأمل والقوة اللي موجودة جواتنا واللي بتخلي الرماد بداية مش نهاية. هيك طائر الفينق مش بس أسطورة، هو درس بالحياة عن الشجاعة والتجدد.